بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل النهاردة وصفة جميلة جدا وهشة جدا جدا وطعمها في منتهى اللذاذة ومقاديرها بسيطة وموجودة في كل بيت. هنعمل النهاردة الجاتوه شاتو اللي احنا شايفينه ده، جاتوه الخلاط وباتنين بيضة بس. يلا لايك للفيديو ونشوف عملناه ازاي. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. كوباية من اللبن وكوباية من السكر البودر او الخشن، بس هو لو بودر هيكون افضل. لو خشن هتاخد منك تضربيها في الخلاط يعني وقت اطول شوية. نزلت بكوباية اللبن وعليها كوباية السكر، وبعد كده معايا نص كوباية من الكاكاو الخام. الكاكاو ده اسباني يا جماعة، يعني ريحته وطعمه حلوين. وبعد كده معايا كوباية زيت، هنزل بكوباية الا ربع وهضرب الخلاط اللي في الخلاط كويس. لو احتجت بقية الزيت لا هاخده. انا احتجت بقية الزيت، لقيت الخليط محتاج يربط شوية فضفت بقية كمية الزيت. يعني المقادير كوباية زيت وكوباية سكر بودر وكوباية لبن ونص كوباية من الكاكاو الخام، وضربناهم كده في الخلاط. وزي ما شايفين القوام بتاعه والسمك بتاعه تقيل. اخدنا كوباية كده وهنسيبها على جنب. وبعد كده معايا 2 بيضة هضيفهم على اللي في الشفشق الخلاط. وده شكله بعد ما ضربنا البيض. هنفضيه كده في طبق. ومعايا هنا طبعا كوباية من الدقيق، انا كنت نخلاها يعني مغربلاها، ضفت عليها ذرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعد ما خلطتهم كده كويس هناخد معلقتين في المصفى ونهزهم كده على الخليط السائل اللي معانا، علشان ده بيدي هشاشة للكيك وبيخليه بيدخله هوا وبيخليه هش وجميل جدا. بالنسبة للبيضتين كانوا بدرجة حرارة المطبخ، وكمان اللبن كان دافي ولا هو سخن ولا هو بارد. هنخلص كل المقدار الدقيق اللي معانا كده نهزه بالطريقة دي وبنقلب في اتجاه واحد وبالراحة. وبكده احنا خلصنا مقدار الدقيق والكيك بقى جاهز معانا. هوريكم كده القوام بتاع الكيك عامل ازاي. اهو شايفين يا جماعة. ومعايا صينيه كده كنت دهناها وحاطه فيها رشه من الكاكاو ونزلت فيها بخليط الكيك. طبعا الفرن مشغلينه من قبلها ب10 دقايق وسخن. بعد كده هديها خبطتين وهدخلها الفرن. الصينيه دي مقاس 24. انت لو حابه السمك بتاعها يكون اعلى من كده اعمليها في صينيه مقاس 22 او صينيه مدوره زي ما تحبي. ده شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن. اخدت معايا ربع ساعة، ممكن تاخد معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة حسب نوع الفرن بتاعك. إيه، طرية وهشة كده زي ما احنا شفنا. وبعدين نزلت عليها بكوباية صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا راكنينها على جنب. بعد ما الكيكة كانت بردت معانا كده فردنا الصوص الشوكولاتة عليها. اهو زي ما احنا شايفين يا بنات، قطعت الكيك بس محدش يضحك على التقطيع بتاعي لاني مش طالع كده سوا واحد. اهو هوريكم شكلها يا جماعة. عملنا جاتو شاتو بمقادير بسيطة خالص موجودة في كل بيت، وعملناه بصوص شوكولاتة منه فيه مش مكلف جدا. والكيكة كان طعمها في منتهى اللذاذة وطرية وهشة جدا جدا يا جماعة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم الطريقة. اهو شايفين الحلاوة والجمال يا بنات. عملناها بمقادير بسيطة. لو جبتي دستة جاتوه من بره هتكون بمبلغ وقدره. دي بحاجات بسيطة وطعمها والله العظيم في منتهى الجمال. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. ولو عجبكم الفيديو او استفدتم معلومة واحدة يا ريت تعملوا له شير مع اصحابكم علشان اكبر عدد يشوفوا. وقناة اكلة مع فاطمة تكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.